ايلون ماسك نفسه قال ان البشر لازم يواكبوا الذكاء الاصطناعي عشان المتطورين ما يبقوش زي الحيوانات الأليفة قدام الآلات، وده معناه ان احنا داخلين على عصر السايبورج، يعني نص آلة ونص بشر. الموضوع كبير جدا. تخيل انك بمجرد التفكير بس او انك تبدأ تشغل مؤشرات عقلك من خلال الشريحة دي، ايه اللي بيحصل؟ تقدر تشغل موبايلك او حتى تكتب بوست على الفيسبوك او انك تسوق عربيتك بمجرد التفكير بس، ده كله من خلال الشريحة دي. عموما اللي بكلمك عنه ده مش فيلم خيال علمي، ده الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي، والسبب شريحة نيورالينك، وده اللي اخترعها وطورها يبقى ايلون ماسك. هذه السيدة أودري مصابة بالشلل نتيجة إصابة في الحبل الشوكي. لم تكن تتخيل أنها ستعود يوما لممارسة حياتها الطبيعية، من الرسم إلى تصفح الإنترنت من دون أي حركة جسدية، فقط عبر إشارات تصدر من عقلها. الشركة بتقول إنها تكنولوجيا متطورة جدا لإنقاذ البشرية وعلاج الشلل والعمى، بس ورا الكواليس دي بتدور أسئلة صعبة جدا في غرف العلماء السرية. لو الشريحة دي تقدر تقرأ أفكارك، إيه اللي يمنعها إنها تكتب جواها؟ هل إحنا بنقرب من نهاية الخصوصية البشرية، ولا هل مخك ممكن يتعرض للاختراق والفيروسات؟ ما هو عشان نعرف الأسئلة دي لازم نفهم التكنولوجيا دي شغالة إزاي. مخ الإنسان ده أصلا عبارة عن شبكة ضخمة جدا من الخلايا العصبية بتكلم بعضها كده عن طريق الإشارات، وبالتحديد الإشارات الكهربائية. شريحة نيورالينك دي بقى جواها 1024 قطب كهربائي مرن بتتزرع في قشرة المخ من خلال روبوت جراحي دقيق جدا، لأن الإيد البشرية استحالة تجيب دقة الروبوت الجراحي ده. الشريحة دي بتلقط الإشارات الكهربائية وبتترجمها لشفرات كمبيوتر، وفعليا التجارب نجحت. وفي فترة كده طلع فيديو على الميديا ان في قرد بيلعب لعبة فيديو بمخه، بس ده كله من غير ما يلمس الكيبورد، حاجة غريبة جدا. وسنة 2024 شفنا اول مريض بشري مصاب بالشلل الرباعي واسمه نولاند أربو. نولاند أربو أول شخص في العالم يزرع شريحة دماغية من شركة نيورالينك. نولاند ده كان بيلعب لعبة شطرنج وبيتحكم في ماوس الكمبيوتر بمجرد التفكير بس. هي معجزة إنسانية أكيد. أي جهاز متصل بالبلوتوث أو بالإنترنت بشكل عام هو قابل للاختراق، دي قاعدة تكنولوجية ثابتة. There is no safe technology. شريحة نيورالينك بتبعت البيانات للكمبيوتر أو للموبايل عن بعد. تخيل بقى معايا السيناريو ده، هاكر محترف قدر ان هو يخترق سيستم الشركة او يخترق التطبيق المتصل بمخك. مش بس هيقدر يسرق افكارك او ذكرياتك او الرقم السري لحسابك البنكي، لا، ده ممكن يبعت اشارات عكسية لمخك، يغير تفكيرك ويغير مؤشرات عقلك تماما. العلماء بيحذروا ان اي هجوم سيبراني على شريحة في الدماغ ممكن يتسبب في ارسال نبضات كهربائية بتعمل تشنجات كاملة، او ممكن توقف مراكز الحركة عندك، وكمان ممكن تتلاعب بمشاعرك، يخليك تحس بالخوف الشديد او الاكتئاب، وده كله بضغطة زرار. ايلون ماسك صرح قبل كده وقال انك ممكن تخزن ذكرياتك كنسخة احتياطية وتسترجعها وقت ما تحب. الكلام ده شكله جميل جدا، بس انت لو تقدر تخزن ذكرياتك ده معناه ان في جهة تانية ممكن تقدر تنزل ذكريات جوه مخك. يا ريت تكون وصلت. العلماء هنا بيخافوا من مفهوم غسيل الدماغ الرقمي. هل ممكن الحكومات او الشركات الكبرى بتشغل الشريحة دي عشان تزرع جوه مخك افكار معينة؟ هل ممكن تخليك تقبل سياسات معينة من غير ما تحس؟ والله ليه لا. ممكن تقنعك بعدم وجود دين تماما، او تغيير في الذات الكونية، او تغيير في طبيعة الذات الالهية، وده وارد جدا. كل الشريط اللي مر قدام عينك دلوقتي وانا بكلمك وارد جدا. الخصوصية اللي هي آخر ملجأ للإنسان ممكن تختفي تماما. الهدف النهائي لإيلون ماسك مش مجرد علاج المرضى، هو قالها صراحة كده وعلني، البشر لازم يندمجوا مع الاي اي عشان ما يبقوش زي الحيوانات الأليفة قدام الآلات المتطورة. يعني الهدف هو خلق جيل جديد من البشر الخارقين، وده معناه ان المجتمع ممكن ينقسم نصين،
نص معاه فلوس يشتري الشريحة دي ويبقى بذكاء خارق وذاكرة أسطورية، وناس طبيعيين مش هيلاقوا وظايف لأنهم بطيئين مقارنة بالاي اي. وده هيخلق نوع جديد من العبودية، وهي عبودية اختيارية. بتضطر تزرع شريحة جوه جمجمتك عشان تقدر تعيش وتشتغل في العالم الجديد. يعني انت هتخاطر بعقلك لمجرد بس انك تسابق الزمن، وده كلامهم هم مش كلامي انا. العملة المعدنية الصغيرة دي هي نفس حجم الشريحة اللي ممكن تتحكم في كوكب الارض كله. نيورالينك ممكن تكون بتفتح باب جديد للبشرية، الباب ده وراه شفاء من امراض عجزنا قدامها لالاف السنين، بس برضه وراه طريق مرعب ممكن يسلبنا اهم حاجة بنمتلكها، وهي خصوصيتنا وحرية ارادتنا وافكارنا. عموما الحلقة خلصت، بس انا عايز اسألكوا سؤال ويا ريت تجاوبوني عليه في التعليقات. لو الشريحة دي بقت متاحة ومضمونة بنسبة 90%، هل هتقدر تفتح دماغك وتحطها جواها، ولا هتتمسك بطبيعتك البشرية؟ ما تنساش بقى اللايك عشان ده اللي بيشجعني، والشير مع اصحابك عشاق التكنولوجيا والغموض، والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.